وتعالى اقولك هنعمل الخيار السريع المخلل المقرمش الجميل جدا ازاي. على طول في خلال 6 ساعات واقل من 6 ساعات هتاكليه وهيتحط على السفرة بتاعتك وجميل جدا جدا. ويلا نسمي بسم الله ونبتدي. انا معايا الخيار بتاعي، كنت جايبة كمية حلوة في التلاجة، كنا منه كتير والباقي لقيته هيبوظ، قلت لا اخلله. على طول غسلته كده ونشفته وهقطعه بالقطاعة زي ما انت شايفة كده. القطاعة دي يا ست الكل رخيصة جدا في السوق، وبتعمل اشكال حلوة جدا في المخلل. او عايزة تقطعيه بسكينة ما فيش اي مشكلة، زي ما انت شايفة كده. بقسم الخيارة نصين علشان على قد البرطمانات بتبقى حلوة جدا، وهخرطهم كلهم. بسم الله ما شاء الله، حلو جدا وسريع والطعم حكاية. ولو عايزة تحطي معاه بقى قرون فلفل، عايزة تحطي بصل صغير، عايزة تحطي جزر، نفس الطريقة بالظبط. وهتاكلي أحلى مخلل سريع. في خلال 6 ساعات هيكون بتاكلي منه ومقرمش وفي نفس الوقت مظبوط جدا. هنا معايا كذا قرنين فلفل أحمر كده، عايزة تحطي أخضر حطي، هم دول اللي كانوا عندي. هحط هنا 3 معالق سكر المحلول بتاعه و3 معالق ملح وورق غار كده، وده اختياري براحتك. ومعلقتين شطة صغيرين برضو اختياري، هو بالملح والسكر والخل بيبقى حلو جدا. وهحط مية سخنة، حطيت نص كوباية خل عليه. وهحط معلقتين بابريكا دلوقتي او معلقة بس براحتك بس. وهقلبهم وادوب السكر والملح فيهم حلو. البرطمانات بتاعي مغسولة طبعا زي ما احنا متعودين بمية سخنة ومنشفاها ومعقماها حلو جدا. وهحط كده الخيار وهحط القرون الفلفل الحمراء، بتديها طعم حلو أوي وشكل كمان في البرطمان تحفة. وهكون مقشرة كده راس توم صغيرة، هروح حطاها فيه. يعني حطي كل برطمان كده 4 فصوص 5 فصوص براحتك. التوم حلو جدا وبيديها طعم وبيخليه يستوي بسرعة قوي، يعني بيخليه يستوي على طول. بسم الله ما شاء الله. هنا فاض بقى، ما عنديش برطمانات تانية فحطيته في علبة التلاجة. وحطي كده وبقى واقفلي عليه البرطمان. في خلال 6 ساعات، انا عملته الصبح وبالليل كنا بناكل منه. هامله البرطمانات كده وانتي بتاخدي منه لازم تكون المعلقه نظيفه وما فيهاش ميه خالص، متنشفه. وحطيهم في التلاجة. احنا تقريبا وانا بسجل دلوقتي كان بالليل اهو، بنفس الوقت انا لسه مسجله الحته الاخيره، كان العلبه تقريبا كلها. فبسم الله ما شاء الله الطعم حكايه. السكر بيخليه يستوي والثوم بيخليه يستوي والخل على طول. لو انت عندك خيارتين 3 4 5 6 كده في التلاجة، قومي اعمليهم دلوقتي وجربيه، تحفة. وبيقرمش بقى وبيدي القطمة كده، القرمشة اللي في البوق كده، والطعم جميل. والمقادير اللي انا حطاها مظبوطة جدا. فايض من المحلول كتير قوي، بس نفس يعني ايه المقادير هي. الطعم حلو، ملكيش دعوة بالمية يزيد ولا يقل. انا فايض حبة، كنت انا عملت بيهم حاجات تانية يعني. حطي على قد البرطمان وتملي البرطمان وبس. بسم الله ما شاء الله الطعم حكاية. وجربيه وقوليلي في التعليقات ايه رأيك. ده احلى خيار مخلل سريع، وتاكلي منه كده وانت مطمئنة، ونظافة وجودة عالية. بسم الله ما شاء الله. وما تنسنيش بقى في اللايكات والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.